مساء الخير، أهلا بكم في قناة المغرب 24 الإخبارية. في تطور دبلوماسي بارز، أدلى المبعوث الأممي إلى الصحراء المغربية ستافان دي ميستورا بتصريحات جديدة. أمس أكدوا فيها أن مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب سنة 2007 تعد مقترحاً جدياً وذا مصداقية، يمكن أن يشكل أساساً واقعياً لحل هذا النزاع الإقليمي الطويل. دي ميستورا شدد على أن الأمم المتحدة تدعم حلاً سياسياً وواقعياً ودائماً يقوم على التوافق بين جميع الأطراف، مؤكداً أن المسار الذي يقوده المغرب ينسجم تماماً مع قرارات مجلس الأمن الدولي الأخيرة. كما أشار إلى أن الاستقرار والتنمية التي تعرفها الأقاليم الجنوبية تبرز أن النموذج المغربي في التدبير والحكم الذاتي أن يكون نموذجاً ناجحاً في المنطقة. وجاءت هذه التصريحات بعد أيام من تجديد مجلس الأمن دعمه للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، في خطوة اعتبرها مراقبون تأكيداً جديداً على تفوق المقترح المغربي، واعترافاً بالجهود الجادة التي تبذلها الرباط من أجل طي هذا الملف بشكل نهائي وعادل. أن يكون نموذجاً ناجحاً، وبذلك تتعزز مكانة المغرب على الصعيد الدولي كفاعل ملتزم بالسلام ومدافع عن وحدة أراضيه في إطار رؤية واقعية تستند إلى الحوار والتعاون. شكراً لكم على الاستماع والمشاهدة، وإلى اللقاء.